بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله. وبعد، نواصل سلسلة دروسنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قصة رافع الطائي، والذي استعمل كخريت يعرفهم الطرق والدروب، ويستفاد منه في الوصول إلى الهدف. وكان ذا علم بالصحاري والدروب. قائد الجيش هو عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، وتحت إمرة عمرو بن العاص أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين. لما خرج عمرو بن العاص كانوا يحتاجون إلى رجل يعرف الدروب والطرق، فدلوا على هذا الرجل رافع الطائي. وهذا رافع مشهور بالسرقة، سارق، وعرفنا قصته في الدرس الماضي، كيف كان يسرق الناس ويهرب في الصحراء ولا يستطيع أحد أن يتبعه، لخطة فعلها ولمعرفته بدروب الصحراء وشعبها. فوصل إليه عمرو بن العاص وطلب منه أن يدلهم على الطريق، وجاء معهم، إلا أنه كما أنه سارق، إلا أن هناك من أخذه بكله. وقد ذكرنا في درسنا الماضي ما يتعلق بصحابي سرق أبا رافع، أخذه. الجبال تلك جبال باردة تحتاج إلى دفء، وكان أبو رافع معهم لا يملك تلك الإمكانيات التي تؤمنه في سيره معهم، حيث البرد والأكل والشرب، الإمكانيات قليلة. فجاء من أخذ أبا رافع بكله، ما نقول سرقه بضعة دراهم، هو لا يزال إلى الآن كافر، لم يدخل الإسلام بعد. فيسر الله له أبا بكر الصديق، سرقه بكله، ولكنها سرقة من نوع آخر. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينعم عليه، فكان دفئا لهذا الرجل، وكان عطفا يغمران هذا الرجل رافع، حتى أحس رافع داخل قلبه بين يدي الصديق، يعني شعر رافع أن أبا بكر يجذبه إليه بتعامله. فقد أخذ أبو بكر رافعا هذا، وكأن أبا بكر قد هبط من السماء لإنقاذ هذا اللص من ما هو فيه ومن الكفر. وكأنه قد هبط عليه، حيث يقول: لما كان غزوة ذات السلاسل قلت اللهم وفق لي رفيقا صالحا، فوفق الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه،
فكان ينيمني على فراشه، الأخلاق، ويلبسني كساء له من أكسية فتك، فإذا أصبح لبسه ولا يلتقي طرفه حتى يخله بخلال. والحديث خرجه الضحاك في الأحاد والمثاني بسند صحيح. أن يجمع طرفي ثوبه بعود أو إبرة، ولذلك صار رافع ينادي أبا بكر باسم مزين بالذكريات، كان يناديه يا ذا الخلال أو الخلال. يقول رافع هذا: رافقت أبا بكر في غزوة ذات السلاسل وعليه كساء له فدكي يخله عليه إذا ركب، ونلبسه أنا وهو إذا نزلنا. رجع ابن أبي عاصم في الزهد. كانت مشاعر أبي بكر رضي الله عنه تجاه هذا الرجل عجيبة، ولم يكن هناك أحوج إلى الرعاية والعطف من هذا الشقي الهائم في البراري. قدم له أبو بكر كرما وسحره أبو بكر رضي الله عنه، فتعلق الرجل بأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر في هذه الرحلة مارس دور الداعية إلى الله رضي الله عنه وأرضاه، داعية من نوع آخر، ناضج ملم مدرك كبير. وأبو بكر لم يكن هذا بأول من أسلم على يده، فعثمان بن عفان أسلم على يده، وعبد الرحمن بن عوف أسلم على يده، وكثير من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبا بكر رضي الله عنه، أسلموا على يديه. وهذه منة من بها الله على أبي بكر، فأسلموا كثير منهم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فحنى أبو بكر عليه وعامله بأخلاق الإسلام تقله وتضله، حتى ذهل الرجل المجرم عن كل شيء إلا من الإسلام. بدأ الرجل المجرم يستحضر الحسابات، وبدأ يحاسب نفسه، وبدأ يحصي ما له وما عليه، فرأى أن قلبه الآن أصبح في يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فنصح الرجل، وكانت حالة أبي رافع وهو يرافق الجيش الإسلامي حتى اقترب الجيش الإسلامي من أماكن جيش المشركين. بدأ الرجل ينظر في عمرو بن العاص الذي بدأ يتصرف بغرابة أثارت الكثير من الجيش. عمرو بن العاص مما حدا بعمر بن الخطاب إلى التوجه نحو عمرو بن العاص ليطالبه بتفسير مقنع، أو ليوقفه عند حد يراه عمر ومن معه رضي الله عنه. رأوا تصرفات عجيبة من عمرو بن العاص، حتى أن عمر استغرب من هذه التصرفات وذهب إلى عمرو بن العاص يقول: أنا أريد تبرير لهذه التصرفات التي تقوم بها، شيء ما يدخل في العقل. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق وذكر من طريقه الحاكم أيضا، وهناك بعض الزيادات لابن أبي شيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو ألا ينوروا نارا، فغضب عمر وهم أن ينال منه. قال عمر لأبي بكر: لم لم يدع عمرو الناس أن يوقدوا نارا؟ ألا ترى إلى هذا الذي منع الناس منافعهم؟ فقال أبو بكر: دعه
قائما. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في كثير من المواقف ترى بأن أبا بكر كان أعلم الصحابة، فنهاه أبو بكر رضي الله عنه وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إلا لعلمه بالحرب، فهدأ عمر رضي الله عنه والتزموا طاعة الأمير. رغم الفضل بين هذا وهذا فرق، وسبقهم إياه في الدخول في الإسلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه أرفع الصحابة منزلة وأعلم الناس برسول الله، ولهذا أعلم الصحابة على الإطلاق من؟ أبو بكر رضي الله عنه، وكان أعلمهم بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي خفي على كثير من الصحابة، لذا يلجؤون إليه في الحين والآخر ويوسطوه بينهم وبين عمرو بن العاص عله يأذن لهم بإشعال النار. لماذا؟ في برد، تخيل برد شديد وزمهرير وعمرو بن العاص يمنعهم من إيقاد النار وهم يريدون يتدفئوا، فحاولوا أن يعملوا وساطة إليه من أجل أن يأذن لهم. برد شديد، ما يخفف هذا البرد، برد الصحراء برد شديد جدا، ولعل بعضكم عرفه. فتوجه أبو بكر إلى عمرو بن العاص ليشفع لهم، فكان رد عمرو بن العاص أشد من الزمهرير، صارم. لقد منع الناس أن يوقدوا بالليل نارا. وذهب أبو بكر كلمه فقال أبو بكر زملوك إلي، لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها. هذا عمرو بن العاص يقول زملوك أي أرسلوك إلي أبو بكر. والحديث كما سمعت ذكره صاحب الأحاد والمثاني، والسند صحيح. وصلت الصرامة بعمرو بن العاص إلى درجة عجيبة جدا، لم يأبه لتلك الوساطة التي تقدم بها خير الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم تقدير عمرو بن العاص الشديد لأبي بكر. لكن يبدو أن لدى عمرو بن العاص من المبررات ما يدفع به إلى هذا المستوى من الشدة. وبالفعل فقد كان العدو على مقربة من جيش المسلمين جدا، الذي يتأهب من الغد، وأخذ أوامره وخططه من أميره لينفذها كما صدرت. ودارت معركة كانت نهايتها للمؤمنين، فلقوا العدو فهزموهم وغنم المسلمون وهزموه. ورأى عمرو ما بشره به النبي منثورا بين يديه، هرب العدو، انهزموا وأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم. هذه المرة الثانية لعمرو بن العاص، هرب العدو، أراد المسلمون يتبعهم منعهم عمرو، ونهى جيشه أن يلاحق تلك الفلول المنهزمة رغم هشاشتها، مما جعل الأمر يشتد غرابة من منع إشعال النار. يعني عديناها لك أنك منعتنا من إشعال النار مع البرد، لكن الآن العدو يهرب ونحن نلحق وراه وأنت تمنعنا في حاجات. إلا أن الصحابة في هذه المرة لم يحتجوا، ونظروا كلهم إلى أبي بكر كيف تصرف وساروا على ما سار عليه أبي بكر. اكتفى عمر بهذا الانتصار، ثم أمر أتباعه بالعودة فأطاعوه. وعمرا لم يكن أميرا حربيا يجب الالتفاف عليه والوقوف عند أوامره العسكرية فقط، بل هو إمام الجيش في الصلاة، رغم وجود من يحفظ من القرآن أكثر منه، ورغم وجود من هو أفضل منه، ومع ذلك التزم أبو بكر وعمر ومن معهم الصلاة خلفه.
وهذا هو منهج أهل السنة إلى اليوم. مما يؤكد أنه لا مكان في القيادة يعني لمثل ماذا لأي بلبلة، وأن القيادة لا تفرق بين الصلاة والقيادة، هي ما هي علمانية حتى نقول لا تصلي بنا، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا. كان عمرو بن العاص الأمير يؤم الناس في صلاتهم وجهادهم، وفي ذات ليلة من تلك الليالي القاتلة البرودة احتلم عمرو بن العاص، ولما نهض لصلاة الفجر هو الإمام طبعا يصلي بالناس، لازم أن يستحم لأنه جنب وهو إمام الناس، لكن الماء بارد والجو أبرد، وحتى لو قام بعملية تسخين الماء فالتسخين لن يزيل ضرر الاستحمام وسط هذا الجو الزمهريري. يقول عمرو: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. حديث أخرجه أبو داود. وأخرجه أحمد أيضا والحاكم والبيهقي. والسبب الذي فعله أنه يقول: إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والله لا يكلف نفسا إلا ما قدر طاقتها. يقول عليه الصلاة والسلام: معروف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث أبي هريرة في البخاري. وجد عمرو من خلال الأدلة فقها، يعني جمعوا في هذا الناس مجهزين أنفسهم للصلاة وعمرو جنب، يعني وضع ما فجمع الأدلة وأصدر الفتوى: تيمم وتقدم يصلي بالناس. فوجد عمرو هذا لما هو فيه. رافع هذا الطائي الذي كان لصا وجد في صاحب الخلال الرائعة بوابة يهرب من حال الضياع والتشرد. في طريق العودة توجه رافع بقلبه إلى أبي بكر الصديق. يعني رافع في هذه المسيرة تأثر جدا، أكثر شخصية تأثر بها من؟ أبو بكر. في الطريق وهم في العودة توجه إليه، فكان لأبي بكر كلمات هي أجمل ما تعلمه ذلك الرجل وأجمل ما حصل عليه. يقول رافع الطائي: انطلقت معهم حتى إذا رجعوا من المكان الذي حاجتهم فيه أتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا ذا الخلال، توسمتك من بين أصحابك. قال: ولما؟ قال: لتعلمني. قال: قد اجتهدت. فقلت: أردت أن تخبرني بشيء يسير إذا فعلت كنت معكم ومنكم. قال: تحفظ أصابعك الخمس. معناه ايه؟ يبطل السرقة. تحفظ أصابعك الخمس. قلت: نعم. قال: فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الخمس وتخرج زكاة مالك إن كان عندك وتحج البيت تصوم رمضان. قال: وخير لا تأمرن على اثنين. فقلت: وهل تكون الإمرة إلا فيكم أهل المدر؟ قال: لعلها تفشو فتبلغك. يعني الإمرة ما هي فينا نحن أهل الحضر، البدو ما الإمرة فيهم. قال: لكن لعلها تفشو الإمارة فتصل إليك. ومن هو في دينك؟ إن الله لما بعث نبيه دخل الناس في الإسلام
فهم عواد الله وجيرانه وفي خفرة الله. إن الأمير إذا كان في قوم فظلموا فلم ينتصر بعضهم من بعض انتقم الله منهم. ولعمر الله إن الرجل منكم يظل ناتيا عضله غضبا لجاره والله من وراء جاره. حديث صحيح. اكتفى رافع برفع هذه الوصية للصديق والتي ملأها الصديق بالتوحيد، والجيش لا يزال مسافر. كل هذه الأحداث في الطريق والجيش مسافر، إسلام وعبادات وأحكام فقهية وأمور. كان الجيش الإسلامي بمجموعه في حله وترحاله عبارة عن مدرسة، من خرج معهم يتعلم علوما كثيرة جدا. انتهت المهمة التي كلف عمرو بن العاص بها، والجيش الآن في طريق العودة إلى المدينة. وقد تزامن وصوله مع وصول مسافر، هذا عمرو بن العاص تزامن، أي جاء وقت نزول عمرو بن العاص المدينة مع وصول رجل يحمل عجوزا من بني تميم تقيم في بادية يقال لها الربذة بين مكة والمدينة، وهي تبحث عن أحد يحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسافر هو أحد الصحابة واسمه الحارث بن حسان، وقد أثارت تساؤله تلك الرايات السوداء وتلك الاحتفالية بعودة المحاربين منتصرين محملين بالغنائم. مسألة الرايات السوداء ما ثبت فيها حديث أن النبي كان له راية سوداء، وكل الأحاديث التي تتحدث عن الرايات السوداء لا تثبت، والتي يدندن حولها تنظيم القاعدة ويرفعونها. فلم يكن للنبي راية معلومة بسواد أو بياض، المهم أنها راية يأخذها القائد يستدل فيها من وراءه. يذكر بعض المؤرخين كان مكتوب فيها أيضا، هذا لم يثبت. يقول الحارث بن حسان: خرجت لأشكو العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله، فمررت بالربذة فإذا عجوز منقطع بها من بني تميم، فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فقدمت المدينة. حديث حسن ذكره البخاري في التاريخ الكبير. قال: فدخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب. هذا الحارث يقول: وفلان قائم متقلد السيف، فإذا رايات سود تخفق. قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قادم من جيش ذات السلاسل. والحديث يحسنه بعض أهل العلم. فلما نزل الرسول من على منبره أتيته فاستأذنت فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، إن بالباب امرأة من بني تميم وقد سألتني أن أحملها إليك. قال: يا بلال، ائذن لها. فدخلت، فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدائرة عليهم، فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم حاجزا فعلت. تقول المرأة: فإلى أين يضطر مضطرك يا رسول الله؟ قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول، معزة حملت حتفها وحملتك تكونين خصما. يعني هذا الحارث يقول، قال: أنا حملتك إلى هنا تكوني خصما لي. هو وجدها في الطريق، فاستأذن الحارث النبي فأذن له. قال: فقلت: يا رسول الله، إن بالباب امرأة من بني تميم. هذا من هو؟ هذا حارث بن حسان الذي جاء يشكو العلاء بن الحضرمي. قال: أذن لها يا بلال. قال: فدخلت، فلما جلست، هذا الحارث بن حسان يقول: فلما جلست قال لي رسول الله: هل بينكم وبين تميم شيء؟
قلت نعم، وكانت لنا الدائرة عليهم، فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم حاجزا فعلت. والعجوز قامت قالت أين يضطر مضطرك يا رسول الله؟ قلت إن مثلي ومثل، يعني أنا مثلي، هذا الحارث يقول إن مثلي مثل ما قال الأول، معزة حملت حتفها، يعني أنا وأنت يا عجوز، وحملتك تكونين علي خصما، أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. فقال عليه الصلاة والسلام وما وافد عاد؟ الرسول يسأل من؟ حارث بن حسان. قلت على الخبير سقطت، إن عادا قحطت، فبعثت من يستسقي لها، فبعثوا رجالا فمروا على بكر بن معاوية فسقاهم الخمر، وذهبوا يستسقوا، فمروا على بكر بن معاوية وذهبوا يشربوا خمر ويغنوا. نعم، وتغنتهم الجرادتان شهرا، ذهبوا يستسقوا جلسوا يغنوا شهر. جاريتان يقال لهما الجرادتان، فخرج إلى جبال مهرة فنادى إني لم أجئ لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت مسقيه. فمرت به سحابات سود، سحابات عدة سحاب سود، فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبق من عاد أحدا. ثم فصلوا من عنده حتى أتوا جبال مهرة فدعوا، فجاء السحابات، وكلما جاء السحابة قال اذهبي إلى كذا، هذا وافد عاد، حتى جاء السحابة فنودي خذها رمادا رمددا لا تدعوا من عاد أحدا، فسمعه وكلمهم حتى جاءهم بالعذاب. هذا الوافد جاء والسحاب معه مليان مليان عذاب. فجاء قومه فكانت المرأة تقول لا تكن كوافد عاد. هم أرسلوه ماذا يفعل؟ يستسقي. فماذا فعل؟ مر بأناس يشرب خمر وغنى شهر، وبعدين طلع يدعو. ما هو الدعاء الذي دعا به؟ اللهم اسق عادا ما كنت مسقيه. فمرت به السحاب وجاء العذاب. والحديث حسن، ذكره البخاري في التاريخ الكبير. فسمعه وكلمهم حتى جاءهم العذاب. فكانت المرأة تقول لا تكن كوافد عاد. بعد ذلك نظر النبي في حاجة التميمية وحاجة حسان، ثم قابل الأمير المظفر عمرو بن العاص بعد أن قام بعض أفراد جيشه بتقديم شكوى ضده لدى النبي، بدأوا يشتكوا بعمرو بن العاص. تقبل النبي الشكوى من الصحابة كما تقبل النبي الشكوى ضد خالد بن الوليد بعد معركة مؤتة، لأنه انسحب. لكن هذه الشكوى لا تحمل شيئا من التشفي أو الانتصار للذات، كانت شكوى ضد الأمير، الهدف منها الصالح العام، مشروعة. وفي هذا تستفيد أنه إذا كان عندك أمير وكان عنده شيء أنك تشكوه لمن هو أكبر منه، يجوز لك ذلك، وليس هذا من الخروج. فقام النبي عليه الصلاة والسلام واستدعى عمرو بن العاص للتحقيق معه والنظر في الشكوى. وتتلخص الشكوى في 3 أمور: الأول منعه للجيش من إبقاء النار والأجواء شديدة البرودة. 2 حرمانه الجيش من غنائم مؤكدة برفضه ملاحقة فلول الأعداء. 3 صلاته بالجيش وهو جنب دون اغتسال. اشتكوا به في كم؟ 3. يقول عمرو رضي الله عنه لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر وشكوا إليه، فقال عمرو كانوا قليلا، هذا الأول، كانوا قليلا فكرهت أن يوقدوا فيستبين للعدو قلتهم.
وكانت عادة من عادات الحروب عند العرب إذا أرادوا أن يبينوا ضخامتهم ماذا يفعلون؟ يوقدون نيران كبيرة جدا حتى يوهمون العدو أن هذا جيش، معناها أنه هذا الوقيد عشان يتدفوا في الليل، معناها أنهم أمة. فعلها النبي مرة في معركة، من يذكرون بها؟ لا، فتح مكة ما في حرب، في أحد لما عرج النبي جلس في الجبل بعدما انتهت المعركة، حينما قرر أبو سفيان العودة همس النبي إليهم بأن يشعلوا نارا، فخرج أبو سفيان وجيشه فرأوا النيران في الجبال فتراجعوا عن الهجوم. إذن هذه الأولى ما هي؟ كانوا قليلا وكرهت أن يوقدوا فيستبين العدو قلتهم، واحد. وكرهت أن يتبعوا العدو وخفت أن يكون لهم مادة فيعطفوا على الناس، خفت أن يكون لهم كمين. فحمد النبي أمر عمرو بن العاص، وتبين للجميع بعد نظر النبي في اختياره لقادة جيشه، وتبين لهم دهاء عمرو بن العاص العسكري مع كثرة الشكاوى أو مع طرح الشكاوى، ولم يقمع أحد ولم يصادر رأي أحد. ثم طرح له السؤال حول مسألة الجنابة والصلاة بهم. يقول عمرو: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا ما هو؟ ما يسمى هذا؟ إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عمرو بن العاص في هذه الرحلة خرج منها بأشياء كثيرة، إلا أنه كانت نفسه تحدثه بانتصار أوسع. وعمرو بن العاص كغيره يريد أن يكون له مكان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل أن عمرو بن العاص مجرد أن أسلم له قريب سنة واحتل مكانة عجيبة، وهو أمر لم يكن عمرو بن العاص ليحلم به، بل من المستحيلات، ولكن من الله عز وجل عليه. ومن الأشياء الجميلة كيف النبي يؤمر عمرو بن العاص على عمر وعلى أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أمر لم يكن عمرو بن العاص يتوقعه، وخاصة لما حصل الانتصار في المعركة وكانت قرارته أيضا أبدع فيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم. هنا بدأ عمرو بن العاص يحتل مكانة كبيرة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته، أي عمرو بن العاص يقول: فأتيته أي النبي، فقلت: أي الناس أحب إليك؟ عمرو يحاول إيه؟ يتقرب إلى قلب النبي، يعني يمكن يقول أنت. قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني آخر واحد في آخرهم، أن يقول وفلان وفلان يمكن يطرحه الآن، يطرحه ما في مجال، فسكت. أي نعم. والحديث رواه البخاري. عندها أدرك عمرو فضل السابقين عليه، وأدرك أيضا تثمين النبي لقدراته، وأن عليه حسب عدالة هذا النبي وإنصافه أن يبذل الكثير من أجل أن يلحق بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر ليس رجلا عاديا،
يقنع باعتناق الإسلام فقط دون أن يكون له دور في حياته الجديدة. عمرو بن العاص ليس كهذا الرجل الذي جاء إلى النبي من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته لا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال الرسول 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له النبي والصيام. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عمرو بن العاص ليس كهذا البدوي، عنده طموح، فيبحث عن أي دور يخدم به الإسلام ليعوض الفرق الذي بينه وبين السابقين أبو بكر وعمر وعثمان، وهو ممن ينطبق عليه مفهوم الخيرية التي قدمها لبعض الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وعمرو بن العاص من خيار أهل الجاهلية، نال الخيرية بهذا، فهم أصحاب قرار وكانوا أدوار بارزة جدا في الجاهلية، فليس من المتوقع أن يخبوا يعني وهجهم بعد الإسلام. يعني إذا كان لهم حركة قبل الإسلام فهل من المعقول يدخلوا في الإسلام ويقل نشاطهم وحماسهم وعملهم؟ لا، سيزدادوا توهجا، سيزدادوا عملا، سيزدادوا خيرا. ترك الأصنام وأقبل على الله وأسلم، ومن الله عز وجل عليه بالهدى، ومن الله عز وجل عليه بالخير. وهذا الذي تنبأ به أبو سفيان بحدوثه حينما وقف أبو سفيان على بلاط هرقل وهو يسمع لزعيم الروم وهو يتأهب للرحيل من بلاطه وأرضه إلى ملك محمد الذي يخسف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه صلى الله عليه وسلم. ويقول آكل كما يأكل العبد ويجلس كما يأكل العبد فإنما أنا عبد. ذكر ذلك الإمام الألباني عليه رحمة الله وهو صحيح. أتي النبي ذات يوم برجل ترعد فرائسه فقال له هون عليك لا تخف مني فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه البطحاء، لا تخاف مالك صلى الله عليه وسلم. لم يبق لقريش مكانه سوى مكة الحزينة والأصنام التي بدأت بالتآكل. خلاص أسلم الفرسان، أسلم القادة، اتجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح النبي لا ينظر إليهم، ما عادوا حولهم، مسألتهم سهلة. أصبح النبي يراسل الدول العظمى والكبرى صلى الله عليه وآله وسلم. ومرت الأيام وجاءت الساعات وقريش أعماها الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدق حول الروم والفرس صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مرحلة أخرى يقوم بها النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الأحداث جاء رجل من اليمامة يريد اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل من قبائل اليمامة وهو من مشايخها، يقول له ما وجه أبغض إلي من وجهك يا محمد،
ولا دين أبغض إلي من دينك ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ذكره ابن إسحاق. جاء من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسعيد بن أبي سعيد تابعي وهو ثقة من رجال الشيخين. هذا الرجل اسمه ثمامة بن أثال، حاول أن يجسد هذا الكره إلى واقع، وحاول أن يشفي غليله وغليل قريش والأصنام، وذلك بسفك دم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: دعا الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حين عرض لرسول الله بما عرض له أن يمكنه الله منه، وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله لكنه خاب. أما النبي فكان كعادته لا يكتفي بالدعاء فقط دون الأفعال، فالتوكل عنده معلوم عليه الصلاة والسلام. وكان النبي كعادته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قام به النبي فعلا، الإمساك بهذا المشرك، أمسكوا عليه، ألقوا عليه القبض، وقد ملئ حقدا، ويبدو أنه كان مدفوعا من مسيلمة كذاب اليمامة الذي بدأ يعد العدة لإعلان النبوة، وهذا طبعا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهي غزوة نجد التي حصل فيها مواجهة جماعية غنم فيها المسلمون الكثير. يقول عبد الله بن عمر ابن الخطاب: بعث النبي سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان استهمانهم 12 بعيرا لكل واحد، أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. والثانية تتلخص في القبض على سيد أهل اليمامة، هذا ثمامة بن أثال الذي يستعد الآن للانطلاق من بلاده متوجها نحو مكة لأداء العمرة. وقصة ثمامة مثيرة تحمل حكما. عندما بعث النبي الخيل باتجاه نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، ألقوا عليه القبض، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد صحابة، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه مربط، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. تخيل لما يتكلم معه وهو مليء بالحقد على الرسول: إن تقتل ذا دم، يعني سيثأر لي ما عليك، وإن تنعم على شاكر، إنسان طيب واعرف الوصول، لو تتركني، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. سكت النبي ومشى، لا قال فكوه ولا رد عليه. وجلس الرجل مربوطا حتى إذا كان اليوم الثاني مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت. تركه النبي ما كلم حتى اليوم الثالث. مر النبي عليه وهو مربوط في المسجد على ما هو عليه، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت. والحديث صحيح. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة ومن معه من المساكين يستمعون لهذا الحوار،
ويتمنون لو ينتهي الأمر إلى شيء يفرحهم ويدخل السرور فيهم. يقول رضي الله عنه: فجعلنا المساكين، هذا أبو هريرة، نقول بيننا ما يصنع بدم ثمامة، يعني لو قتله ما الفائدة؟ والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة. يعني ما في داعي يقتله، والله الجزور يعني جمل يفتدي به ثمامة نفسه ونأكله أحسن. أبو هريرة لماذا يقول هذا القول؟ ليش؟ جاوع من أهل الصفة، جاوع رضي الله عنه. فهم الآن يفكرون في خطة كيف يقنعون النبي يأخذ فداء، ما في داعي يقتله رضي الله عنهم وارضاهم. أما النبي فيرى أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيء، لا جمل ولا جزور يا أبا هريرة. لا إله إلا الله. وكان النبي يفكر في هداية هذا الرجل أنه يهتدي ويتوب إلى الله عز وجل، أو امرأة، فكيف بسيد اليمامة؟ النبي يحلم برجل يسلم، فكيف بسيد اليمامة بكله؟ فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الأسير وهم مربط، فقال: عفوت عنك يا ثمامة، أطلقوا ثمامة. أول ما فكوا له القيد أكيد كيف يطموه زي موت جوع في 3 أيام. إذا كان النبي يتعامل معه بالأخلاق هذه، فهل معقول سيعطيه كلام جميل ويحرمه الأكل؟ لا، هذا ما يجوز، وهذا مما يخالف الأعراف ويخالف الأسلاف ويخالف حتى الدين والشرع، هذا هو الأصل. أول ما فك النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة، تخيل ثمامة اليوم الأول يشاهد الناس صلوا آمين، قراءة القرآن في المغرب في العشاء، والمؤذن يؤذن والمقيم يقيم والناس يصفون وهو مربوط ويتأمل في هذه الأحداث، أكيد ستؤثر فيه 3 أيام مش سهلة. أول ما فك النبي عليه الصلاة والسلام له وعفى عنه، انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسلم. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، حديث في مسلم، فيسره رسول الله في عمرته، فكانت عمرته يسرها له النبي وعلمه، فخرج معتمرا. بعد أن اعترف بذنبه واستحقاقه لعقوبة القتل، أطلق النبي أسره ليقع في أسر آخر. ما هو الأسر؟ أسر حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. رافع الطائي وتمامة بن أثال الحنفي وبنو المصطلق وكثير من البشر قد لا يتأثرون بكثرة صلاة المسلم أو صيامه ولا بشكله ولا قبل أن يسلموا، نوعا من تعذيب الذات. هؤلاء لا يأبهون بالعبادات، يعني مثلا ذاك السارق ما هو حول العبادات، ما الذي أثر فيه؟
التعامل. ثمامة بن أثال جاء والنبي أبغض المخلوقات إليه. بماذا تأثر؟ تعامل. وهكذا غير واحد كان أكثر ما تأثروا به ماذا؟ التعامل. ولهذا ربنا عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. واتجه ثمامة إلى مكة العمرة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل وصلى قال: لقد حسن إسلام أخيكم. سار باتجاه مكة. شوف من أول يوم اشتغل عمره، أول ما وصل مكة قالوا له أهل مكة: أصبوت؟ هذا سيد من سادات. أصبوت؟ قال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله. شوف الإنسان لما يكون راسه عنده قبيلة. حديث رواه مسلم. قال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله. استفزوه حمقى، فانتفض على سدنة قريش، تكلم عليهم بكلام لأنهم أغاظوه. فقال لهم: لا والله ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. اليوم يومكم. خلاص قطع عليهم الطريق ولا خلى لا شارد يطلع ولا نازل ينزل حتى يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالها فكان فعلا رضي الله عنه وأرضاه. الحديث رواه الإمام مسلم. وهذا يعتبر مقاطعة، وسنكملها إن شاء الله عز وجل كيف فعل بهم هذا الرجل وكيف كان حصاره لهم في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلهنا حفظكم الله.